برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وصناعة الأمل. بطل حلقتنا النهاردة وصانع الأمل في حلقتنا النهاردة هو البطل علي هاني، وهو الحقيقة مشاهدينا من أصحاب الهمم، وبيلعب ألعاب قوة وحصل على 43 ميدالية ما بين ذهب وفضة وبرونز. لعب مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، الأولمبياد الخاصة، وزارة التربية والتعليم، وحاصل على العديد من شهادات التميز. بطلنا علي هاني مشاهدينا هو مرشح المنتخب مصر في ألعاب القوى، وشارك في كورال دار الأوبرا المصرية، وحاصل على المركز الأول والثاني في دار الأوبرا المصرية، وقدم حفلة قادرون باختلاف واحد، وكان مذيع الحفل، وأجرى حوار أمام سيادة رئيس الجمهورية في قادرون باختلاف واحد، وتناقش في قضية التنمر الحقيقة، وقدم الحفلة بنفسه، وشارك كمان في قادرون باختلاف 2، وكان سفير للسعادة. شكرا سيادة الرئيس لدعم سيادتك وحرصك على تكريم أبطالنا النهاردة. رحمة وعلي ويحيى عايزين يقولوا لحضرتك حاجة. اتفضلي يا رحمة. هدية من الأولمبيا، أولاد أبطال الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية. ده رئيسنا اللي غالي علينا. أنا بحبك أوي يا ريس. ممكن ناخد صورة مع حضرتك؟ وطبعا مع حضرتنا المهندس عمل وردة، ينفع؟ تقيل عليك تقيل عليك تقيل عليك. وانت حبيبي. عايزين ناخد صورة مع حضرتك، وكمان حضرتنا المهندسة عمل وردة تيجي تتصور معانا، ممكن؟ ودلوقتي مشاهدينا هيكون معانا اتصال تليفوني مع والدة بطلنا علي هاني، الأستاذة فجر. مساء الخير يا أستاذة فجر. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يا ريت تعلي صوتك شوية. مساء الخير يا أستاذة بسنت، ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا حبيبتي. حضرتك أم بطلنا هاني علي الحقيقة، اللي كان عنده تأخر فكري، ورغم ده يعني ما شاء الله اجتاز المرحلة الإعدادية ووصل لغاية ثالثة إعدادي، مش كده؟ ان شاء الله. هو بتفوق دراسيا الحمد لله، هو دمج بس الحمد لله كويس جدا في الدراسه. طيب ازاي عنده تاخر عقلي او تاخر في النمو العقلي، ورغم ده استطاع ان هو يحقق يعني تفوق في دراسته؟ هو حضرتك كان مولود طفل طبيعي لمده 4 شهور، بس هو وقع من ايدي، شنكلت فوقع من ايدي، فحصل له عمليه يعني في ربع من ارباع المخ حصلت له فيها جلطه ومشاكل بقى كهرباء وتلعثم، والوقعه دي جرت ورانا حاجات كتير جدا، عملت له تاخر فكري وعملت معاه شغلانه كبيره جدا جدا، والحمد لله قدرت مع العلاج لمده 14 سنه تحسن كتير عن الاول، والحمد لله بقى احسن.
تمام. طيب حضرتك كان عندك امل وشايفه ان الاعاقه لا تعيق وان احنا ممكن نحولها لطاقه، واشتغلتي على علي وهو كمان كان عنده اراده وتصميم وتحدي ان الموضوع ده ما ياثرش فيه وان هو فعلا يبقى متفوق دراسيا وكمان بطل رياضي. اكيد طبعا. انا حطيت علي قدامي هدف، ان انا اقف جنبه وان انا يعني ايه اخليه احسن من النورمال. لا مش عايزاه يبقى اقل من اخواته، مش عايزاه يبقى اقل من حد من اصحابه، مش عايزاه اقل من طبعا. قرايبه. طبعا مش فحاولت اقل من معاه اي بقى حد في المجتمع، بشكل هو طرق لحد مواطن الحمد مصري لله عليه حقوق وليه واجبات. اكيد طبعا. لا هو اول حاجه يا علي يعني تعجبني فيه جدا دي من عند ربنا، قربه لربنا، بيحب صلاته، بيحب يعمل الصح وما يحبش يكذب ما تمام. يحبش يعمل اي اخطاء، فدي حاجه جميله فيه. يشجعني اكتر بقى ان انا اقف جنبه واشتغل معاه وعنده استعداد ان هو يبقى ملم باللي حواليه وعايز يفرحني. هجيب لك ميداليه ذهب يا ماما لما ننزل المسابقه دي. عايز يفرح الكباتن بتوعه. هو بيحب يفرح اللي حواليه بحاجه هو هيعملها انجاز كويس لنفسه. احنا بنفرح بيه، وده خلاني اداني امل اكتر ان انا اقف جنبه ما سبتهوش. يعني حتى كان بعض الدكاتره قالوا لي قولي يا رب، بس انا ما استسلمتش، فضلت وراه، واي بصيص امل من اي مكان كنت بجري وراه لحد ما اوصل ليه واحاول اخليه هو احسن ما يكون في هذا المجال. والحمد لله وصلنا لهذا المستوى الحمد لله. طيب هو ابتدى رياضه من وعمره 9 سنوات مش كده؟ لا هو كان قبل 9 سنوات. هو دخل كان عمره حوالي 7 سنوات ابتدينا رياضه مع بعض. هو في ثانيه ابتدائي كده يعني. تمام. بس احنا دخلنا بقى مجال الاتحاد والاولمبياد الخاص والتربيه والتعليم في مجال 9 سنين. كل ده ال3 سنين الاولين دول كانوا تدريبات كلها لحد ما وصلنا بقى المستوى اللي يقدر يخش بيه مسابقات. فان شاء الله عملناها بقى واكتسبنا فيها ميداليات كتير جدا واخدنا حاجات جميله يعني. ممتاز. طيب هو اختار العاب القوى مش كده؟ هو دخلته الاول سباحه ودخلته العاب قوه. كان عندنا في النادي مدربين، يعني مش كل الولاد لهم قدرات، يعني في ولاد قدراتهم بتختلف عن التاني. فدخلته سباحه ما اجتش فيها كويس، فدخلته العاب قوه لقيته ما شاء الله. يعني الكابتن بتاعه مسميه الكارت الذهبي، ما بيخشش بطوله لازم يرجع بالذهب. فما شاء الله هو بيعزه جدا جدا. كابتن ابراهيم مكي وكابتن وائل مبارك دول يعني مخليين علي، يعني هم حبهم ليه ودعمهم ليه وتشجيعهم ليه خلاه يعني انا هخش يا كابتن هجيب لك الميداليه. يعني كانه بيجيب الميداليه للكابتن، انا هجيب لك الميداليه، انا هاخد الذهب. ولما ياخد الذهب بقى يعني مش بيجري عليا، يجري على الكابتن ويبوس ويرقص معاه ويحبهم جدا. وهم بيدعموه ان هو يبقى حاجه كبيره قوي. والحمد لله وصل لاعلى المستوى الحمد لله دلوقتي. نحمد ربنا على كل شيء. طيب اذا دور المدرب مهم يا مدام فجر؟ مهم جدا. يعني انا كان في مدرب كان بيدربه سباحه، فكان علي زي ما تقولي ما كانش قد كده في السباحه، فضربه بالبوردر بتاع السباحه على كتفه، وهو خلاص هي الضربه دي منعته تماما انه ينزل الحمام، منعته تماما. في مدرب تاني يحبه ويتعامل معاه بحب، حببوه في الالعاب القوه وحببوه في التراك وحببوه في اللفات وفي الرياضه دي كويس جدا. فاداهم بقى ايه طاقته القويه جدا عشان يبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه له. طيب وقد ايه المدرب اساسي لازم يكون حابب الولاد عشان الولاد يحبوه، لازم طبعا يحببهم فيه اول شيء لازم طبعا بطبيعه الحال. طيب وقد ايه دور الاسره برضو مهم يا مدام هند؟ اكيد طبعا. هو بالنسبه للاسره انا عندي بين اخته مخلصه جامعه واخوه في اخر سنه. بالنسبه لنا هو اصغر حاجه، بتحسي بقى يعني بابايا عامله بحب، لان هو يعني من اخلاقه العاليه بيحبب الناس فيه يعني، او يعني ما بيعملش اخطاء كتير. تمام. يعني فعشان كده بابا يحبه واخته واخوي، يعني هو اخر حاجه عندنا، فكلنا بنتعامل معاه بحب جامد جدا. بتديله حافز بقى ان انا كويس ان انا جميل. الولاد دول بيتعاملوا نفسيا، لو طبطبتي عليهم يعني يبقى انت عملتي معاهم انجاز كبير جدا. لو شخطتي او زعلتي يبقى الدنيا خلاص قدامهم وقفت تماما. طيب الحمد لله كلنا بنحبه بالرعيل لحد ما وصلنا معاه الحمد لله للمرحله دي. طيب بالنسبه لالعاب القوى هي متعدده، هو بيلعب ايه بالظبط في العاب القوى؟ هو بيلعب العاب قوه 800 متر و400 متر، يعني بيلف التراك هو المفروض 400 متر، هو بيلف التراك مره دي الحمد لله كل مره بيحقق فيها الذهب. وفي ال 800 بيلف التراك مرتين، بيبقى معانا من جميع المحافظات ومن جميع النوادي اللي موجوده. يعني لما بنروح المسابقه بيبقى معانا من كل المحافظات، الابل والبحري كل المحافظات، فهو بيطلع الحمد لله الاول فيهم الحمد لله والشكر لله. ما شاء الله. اللعبه بتاعته اللي هي الجري العدو 400 متر و 800 متر.
طب مش صعب عليه، ولا يعني هو يستطيع، يعني هو قادر باختلاف؟ لا هو الحمد لله، يعني الاول طبعا في الاول كان ياخد 200 متر، ياخد نص تراك، لحد ما اتعود بقى بالنسبه له شيء عادي. يعني مع الكباتن يقول له انا عايزك تكون هنا اول واحد، فكلمه الكابتن ليه لازم ينفذها، لانه هو بيحبه جدا، فلازم يسمع كلامه. طبعا. فلازم يعدي ويخلص اول واحد، يكون عنده يبص له ويشاور له ويعمل له بايده ان هو اوكي كده، انا جبت اللي انت قلت لي عليه. فالحمد لله يعني بيقدر يتعامل معاها حلو قوي، بيحبها جدا جدا العاب القوه. تمام. طيب وعنده اظن 43 ميداليه؟ الحمد لله عنده 43 ميداليه ما بين الذهب والفضه والبرونز، وعنده يعني التربيه والتعليم ادينا 3 ذهب وواحده فضه. كنا في ابو قير بياخدونا محافظات مع بعضها وبيعملوا معانا مسابقات مع الدكتور هلا عبد السلام. فالحمد لله كل مره بيروح لازم بيرجع بميداليه الحمد لله مع جميع المحافظات. بالنسبه للاتحاد الذهني مهندسه امل مبدة بيخش معاهم في الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه. الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه تحت اشراف المهندسه امل مبدة. تمام. حضرتك بتعمل المسابقات في جميع النوادي وبيخش فيها برضو، بيرجع ان عنده حوالي 19 ميداليه ذهب، كام فضه، كتير يعني ما شاء الله. عندنا الدولاب بتاعه ده جميل، يعني محطوط كل الميداليات موجوده فيه. طب والاولمبيات الخاصه؟ الاولمبيات الخاصه نفس الحكايه. الاولمبيات الخاصه نفس الحكايه. نفس الحكايه. الاولمبيات الخاصه السنه اللي فاتت قبل الكورونا كان مرشح، وكانوا عاملين قرعه ان هو هيسافر، بس طبعا الازمه اللي حصلت دي وقفت جميع الرياضيات اللي موجوده كلها لمده سنه. تمام. طبعا طبعا طبعا. باذن الله الامور ترجع، يعني ان شاء الله قريب ان شاء الله، ويكون في يعني نستبشر خيرا باذن الله. طيب بالنسبه لشهادات التميز والتفوق اللي حصل عليها، هو حضرتك حصل على 3 شهادات تميز في العاب القوه 800 و400. شهاده التميز دي اللي بترشحه هو كده خلاص يعتبر يبقى خد كاس مصر، خد كاس الجمهوريه، يعني خد اول هنا، فبيرشح بقى التميز ده يبقى اخر حاجه، يعني التصفيه الاخيره. حصل على 3 منهم، بس هي بتفرق معانا بقى في القرعه، يعني ما يبقالناش نصيب في السفر او بتفرق معانا في القرعه. بياخد شهادات تميز دي اعلى الشهادات يعتبر في المجموعه كلها. وبالنسبه للاوبرا المصريه برضو كان موجود فيها لمده 2 سنين، خد مركز اول ومركز ثاني مع كورال الاوبرا، لان هو عنده تلعثم. هو عنده مواهب فنيه بقى الى جانب الرياضه. لا هو حضرتك انا لما لقيت ان الاوبرا المصريه، حضرتك عارفه الغنى الاوبرالي في مد في الكلام وفي الاغاني، وهو عنده تلعثم، فمن ضمن العلاج بتاعه ان هو يخش معاهم ويطول في الجمل ويطول في الاغاني ويدي نفس طويل، فده من ضمن العلاج بتاعه. ولقيت الدكتوره ميرفت فريد هناك قالت لي لا هو كده يعتبر ممتاز، ان هو بيحفظ وان هو بيقدر يكمل ويتكلم معانا ويغني معانا. فخدناه في المواهب الذهبيه وخدته في مسابقتين، طلع مركز اول السنه اللي فاتت، والمركز اللي قبليه كان مركز ثاني، ومعانا شهادات الحمد لله يعني في الاوبرا المصريه. واظن هو سافر مع وزاره التربيه والتعليم لمحافظات كثيره، شارك في بطولات. طبعا سافرنا ابو قير مع دكتور هلا عبد السلام وجميع المحافظات بقى، من اسوان لحد القاهره، جميع المحافظات. ده مع وزاره التربيه والتعليم. السفر لوحده بيديله متعه تانية خالص، يعني بيعتمد على نفسه، بيتعرف مع اولاد. يعني هو رجع بيقول لي بيعمل لي علامه انا بحبك بايده، فبقول له ايه العلامه دي؟ قال لي ده صاحبي كان معايا في الاوضه من الصم والبكم، فبيعمل لي كده. فالمشرف بتاعه قال لي هو كده بيحبك العلامه دي. فبيتعلم حاجات جميله لما بيسافر مع لوحده مع ناس لمده اسبوع او 10 ايام، فبتبقى حاجه جميله. او برضه سافر مع وزاره الشباب والرياضه الاقصر واسوان من 2 سنين. كان عمل ايه بقى في الاقصر واسوان مع وزاره الشباب والرياضه؟ سافر هناك معاهم اسبوع تبع النادي ومع الكباتن بتوعه برضه عشان هو من الاوائل، فيعتبر تكريم ليه مع الكابتن ابراهيم وحوالي 10 من اصدقائه من النادي. ميزوهم وخدوهم معاهم اسبوع برضه في القطر رايح جاي، كانت متعه جميله، وتعرف على اصحابه بقى اللي اكبر واللي اصغر. الداون سندروم هو بيعرف يتعامل معاهم، وبيتعامل مع الفكر، بيتعامل مع التوحد. فتحسي ان هم كلهم يعني السفر ده بيديله ميزه ان هو بيتعامل معاهم وبيحاول يعرف كل واحد فيهم بيتعامل معاه ازاي، بيديله خبره جميله. طبعا طبعا. طيب هو في قادرونا باختلاف واحد، الحفل اللي بيقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، أظن هو كان مذيع في قادرونا باختلاف واحد، مش كده؟ هو كان مذيع بقادرون باختلاف واحد مع المذيعة الداون صاحبته الجميلة رحمة خالد،
وصاحبه الجميل يحيى قنديل، كانوا مع الاستاذه جاسمين في الحفل اول سنه. وتاني سنه كان هو قايم يعني بالحفل بيقدموهم الاربعه مع بعض في كل فقره من الفقرات. ممتاز. وتاني سنه كان في 5 سفراء، سفير الطفوله وسفير السعاده، و5 سفراء من اصدقائه برضو كل واحد فيهم اعاقه مختلفه، فهو كان اخر سفير السعاده. ممتاز. كان تعرض لتنمر. وبقيت زمايله، عرفينا باسماء زمايله عشان احنا نحب ان هم يكونوا معانا في صناعه الامل. هم زمايله، اول واحد كان سفير الطفوله اللي هو مهند. تمام. مهند عماد اللي هو يعتبر سجلنا معاه بالفعل. نعم، سجلنا معاه بالفعل. هو ده اول واحد، يعني هو صاحب علي قوي لان هم قريبين من بعض في السن. وبعدين كان وراه رحمه خالد اللي هي الداون سندروم ومذيعه، طبعا برضه سجلنا معاها. تمام. والثالثه كانت هبه اسعد. خريجه اعلام برضو داون سندروم. والرابع كان عبد الرحمن عرام، طبعا ده خريج اعلام ذهني زي علي. وعلي كان الخامس سفير السعاده، يعني كان سفير الطفوله وسفير التشغيل وعلي سفير السعاده. مش فاكره بقى السفيرين التانيين كانوا ايه، الوعي وسفيره البطولات، اللي هي يعني كل واحد فيهم كان طلب للرئيس. والحمد لله طلب بتاع مهند في ساعتها الرئيس قال ان شاء الله هيتنفذ، وفعلا هيتنفذ اليومين دول، اللي هو القاء كتاب او يعني للولاد باحترام الغير، ماده لاحترام الغير. ممتاز ممتاز. وكان علي طالب التنمر لا للتنمر، لان احنا زينا زي غيرنا، احنا بنتضايق وبنزعل لما حد بيتنمر علينا. هو اجرى حوار تقريبا مع الرئيس حوالين موضوع التنمر. علي اللي كان سفير السعاده كان بيقول له انا عايز ابقى سعيد ومش عايز ابقى حزين لما حد يتنمر عليا. واظن في قوانين صارمه يعني مناهضه وتتصدى لفكره التنمر الحقيقه بشكل كبير جدا مؤخرا. الحمد لله الحمد لله، يعني الرئيس فعلا استمع لاولادنا وهو واقف جنب اولادنا فعلا، يعني بجديه شديده جدا. انا المركز عندنا مركز شباب الجزيره عامل لنا فيه مكان جميل للاحتياجات الخاصه، ما شفتوش في اي نادي او مركز تاني، مهتم بيه جدا جدا، وبيدينا كل اللي احنا عايزينه فيه، وبيدينا امان، وبيدينا يعني احنا بنخش بس مجرد ما نطلع كارنيه الاعاقه معانا تحسي ان اللي على البوابه كلهم في النادي اتفضلي ليكي معامله خاصه جامده جدا جدا هناك في النادي. وجايب لنا قاعه جميله جدا، يمكن من احلى القاعات اللي موجوده في المركز هي قاعه الاحتياجات الخاصه في المركز. فاهتمام الرئيس باولادنا بنشكره جدا 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 على وقفته معاهم، وعلى ان هو حتى بيستمع لهم وبينفذ الحاجات اللي هم بيتمنوا يطلبوها. فانا بشكره جدا جدا، ويا رب دايما لينا كده ويخليه لينا، ودايما مصر منصوره بيه ان شاء الله باذن الله. حبيبتي، طب حضرتك فعلا شعرتي بطفره ما حصلت لاولادنا من اصحاب الهمم منذ اعلان سياده الرئيس في عام 2018 انها الانطلاقه لمتحدي الاعاقه؟ فعلا حضرتك اختلاف كبير جدا. يعني انا كنت الاول يعني ابني ما كانش بيحس بالاحترام من غيره، ما كانش بيحس دلوقتي بيخافوا. يعني عارفه واحنا ماشيين حضرتك ممكن يبقى ايه، انا اسفه يعني يسلط عليه مثلا لو واحد ماشي في ايده كلب ما يهموش ويضحك ويتريق، لو هو اتلعب مثلا في الكلام مع حد يتريق عليه ويقلد الكلمه اللي هو قالها غلط. دلوقتي بيعملوا الف حساب لان هم عارفين ان في عقاب، وان الولاد دول ظهروا واثبتوا وجودهم ان هم حاجه كويسه جدا. فانت تعتبر دلوقتي احسن من النورمال، فانت تعيب عليا ليه او تنمر عليا ليه؟ صحيح. فالرئيس فعلا ادانا حق ان احنا الناس دي تعمل لنا حساب، والناس دي يحبونا. بس انا اطلب من كل ام وكل اب موجودين يعني ايه في البيت مع اولادهم يعملوا يعني يحسسوهم ان الولاد دول زيكم زيهم، يعني يقعدوا مع بعض. مفيش اسره ما بتقعدش مع بعضها، فلو المجال اتفتح بينهم يعرفوهم ان الولاد دول طبيعيين جدا ويحبوهم وما تخافوش منهم. انما بنشوف اولاد بعض الولاد باين عليهم ان هم داون سندروم او الفكري الشديد شويه، فبيخافوا الابهات والامهات بيخافوا تعامل ولادهم مع اولادنا. ليه؟ ليه؟ دول بالعكس دول احن قلب واطيب قلب في الدنيا هم الاحتياجات الخاصه، وما بيأذوش، ما عندهمش عنف خالص نهائي، وصفاء من جوه، بيحبوا بعض جدا. انت لو رحتي معانا النادي يوم شفتي الولاد، لو واحد منهم فتح كيس شيبسي واحد لازم يدي اللي موجود على الترابيزه كله. لو واحد وقع يجروا بسرعه كلهم وحبيبي ويبوسوا في بعض وزعلانين قوي لو واحد منهم وقع. فتحسي بالحب. هما بيعلمونا حاجات، والله ابني بيعلمني حاجات
هو واصدقائه لما بروح معاه النادي انا بحب جدا جدا اقعد ابص عليهم، بيعلموكي حاجات مش موجوده في الناس الكبيره، الحب والامان والعطف مع الفطرة بعض والطيبة والحنيه والنقاء. والنقاء، كل حاجه فيهم حلوه، مفيش حاجه فيهم، كل حاجه فيهم جميله، وهم نعمه من عند ربنا، ربنا بعتها لنا نعمه احنا نحافظ عليها ونقف جنبهم عشان خاطر يعني هم دول اللي هيدخلونا الجنه، هياخدوا بايدينا للجنه ان شاء الله. طبعا. وممكن كمان الإعاقة تكون طاقة، يعني احنا شفنا قد ايه الإعاقة دي ادته إرادة وتصميم وعزيمة، وكانت طاقة ان هو ينجح. اكيد طبعا اكيد. تمام. طيب حاسة انه كل مؤسسات الدولة بتحاول ان هي يعني تقوم بدورها تجاه ولادنا من أصحاب الهمم، أيضا الإعلام ليه دور في هذا الشأن، في توعية المجتمع وتوعية الناس، وزي ما حضرتك طالبتي أنه يعني أمهات وأولياء أمور ما يصطلح على تسميتهم الأصحاء يتعاملوا مع أولادنا من أصحاب الهمم بشكل طبيعي وبشكل مختلف ومن غير تمييز. حضرتك انا كنت زمان بشوف في التلفزيون ان الطفل او البني ادم المعاق بيجيبوا عليه حاجات يعني ايه تضايق البني ادم، يصعبوا علينا. ما كانش لسه علي موجود وانا كنت صغيره لسه قبل ما دلوقتي انا حسيت باختلاف كبير، يعني دلوقتي تلاقي لو في مسلسل او في حاجه ما يجيبوش الولد بالصوره دي. بقى فعلا في تغيير شامل في التلفزيون مع التعامل مع الولاد دول. ممتاز. كان زمان التجاهل والتعامل معاهم بصوره سيئه، دلوقتي ما فيش خالص الكلام ده، الولاد دول بيتعاملوا بحب وبحنان في التلفزيون وبيتعاملوا معاهم بطريقه كويسه جدا. برضو الاعلام عمل طفره كبيره، انا بلاقي برامج فيها اولاد متحدي الاعاقه كتير جدا وجايبينهم بصور مشرفه جدا، كانوا مخفيين زمان ما كانوش بيظهروا تماما وبقوا مذيعين، يعني ما شاء الله رحمه خالد بقت مذيعه وهبه اسعد، يعني مذيعين دول ما كناش نتخيل ان في حد اعاقه يبقى مذيع. في حد اعاقه كان معانا في الحفله الولد اللي اتكلم بقى دكتور في الجامعه ما شاء الله. داون سندروم برضو، يعني طبعا. انا بفرح بيهم جدا طبعا. طبعا شيء مشرف، وهم مواطنين من الدرجه الاولى لهم حقوق وعليهم واجبات. بالتأكيد. أنا بشكرك مدام فجر على الحماسة دي وعلى الاحتساب والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار، وإن أنت وقفتي مع علي وإنك اتعلمتي من علي واستفدتي منه حاجات واديتي له برضه طاقة وهو اداكي طاقة، وأنتوا الاثنين الحقيقة صنعتوا لنا الأمل في حلقتنا النهاردة. ربنا يخليكي، أنا متشكرة جدا جدا إن كنتوا لا شكر على واجب، ده واجب علينا. ربنا يخليكي وما تحرمش منك، كتر الف خيرك. شكرا تعيشي يا مدام فجر، انا بشكرك جزيل الشكر، وبنشكر الساده المشاهدين. وزي ما قالت مدام فجر انه الاعاقه طاقه، الاعاقه لا تعيق، لا للتنمر لا للتمييز، الدمج مهم جدا. يا ريت محدش يخاف من ولادنا من اصحاب الهمم، اصحاب الاعاقات الذهنيه طيبين مسالمين، مفيش عنف، مفيش شراسه، مفيش شر. يا ريت بلاش نتنمر، القانون يقف بالمرصاد الآن لأي متنمر. يا ريت نقبل الآخر، ما يكونش فيه تمييز، ما يكونش فيه أي إساءة، لأن كلنا مواطنين من الدرجة الأولى، لينا حقوق وعلينا واجبات. أنا بشكركم مشاهدينا جزيل الشكر، وتابعونا دايما على شاشة المصرية في برنامجكم صناعة الأمل.